السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. شكرا للزميل أسامة الأميري، شكرا للكابتن خالد بيومي، شكرا للكابتن نبيل الداودي. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي نساتي سادتي مشاهدين متابعين في كل مكان، أسعد الله مساكم بكل خير، ويسرني بأن ألتقي مع حضراتكم في دوري النصف نهائي لبطولة كأس محمد السادس للأندية هنا في ملعب مراكش الكبير بالتأكيد، حيث يظهر هذا الرجاء الذي يأتي قطبا من أقطاب السيمي فاينل ويستضيف فريق النادي الإسماعيلي في مباراة مرتقبة ومباراة منتظرة بالتأكيد. الكل بانتظار صافرة حكم المباراة. انظروا إلى الكابتن هشام بوشروان مساعد المدرب. المباراة تم نقلها وهذه صافرة البداية. إذا مشاهدينا متابعينا لشوط المباراة الأول لهذا اللقاء، مباراة الذهاب تركناها تنتهي بتقدم الإسماعيلي بهدف مقابل لا شيء، ولذلك اليوم فريق الإسماعيلي يلعب 29، لكن الآن التمريرة، لكن الآن الاستلام، لكن الآن التصويبة. يا رباه، المتابعة، ضربة أولى، تهديد أول، حارس المرمى يتصدى، الكرة تعود من جديد، تصويبة قد تأتي لكن الكرة إلى خارج الملعب. هذه اللقطة الماضية. اليوم ماذا يخبئون؟ ماذا يريدون؟ كرة عرضية، لكن الكرة أيضا بتتخلص. كانت في اللقطة الماضية المحاولة والكرة العرضية عن طريق اللاعب رضوان شريفي. الكل يتابع. الآن نشوف والكرة بتصل مرة أخرى في الجهة اليسرى أو في الجهة اليمنى. الكرة عرضية لكن الكرة أيضا بتتخلص. تعود الآن مثلا الرجاء بعد وداعه لكأس دوري أبطال أفريقيا في الدور التمهيدي. هنا الكرة العرضية، هنا التمهيد لهذه الفرصة، لم تصل يا سعداوي، وصلت إلى حارس المرمى صاحب الخبرة الكبيرة. سيتمسكون بما بقي لهم من حظوظ ومن دقائق في أرضية الملعب وفي السيمي فاينل. محسن متولي والكرة العرضية، لكن الكرة أيضا بتتخلص من جديد. يأتون إلى هنا بدون رئيس، استقالة الرئيس أيضا، وبفقط إدارة تصرف الأوضاع. الآن الكرة بتصل من جديد، ممكن تصويبها. الكرة إلى خارج الملعب، كانت أيضا عرضية، كانت فيها متابعة من جانب عرجون، لكن كرة العرجون إلى خارج الملعب. ضربة مرمى، مبلغ بالتأكيد ينتظر كل فريق لكي يحل الكثير من المشاكل. والآن الكرة تصل، الكرة طالت على اللاعب. نشوف اليوم ونتابع الكرة العالية، لكن هذه اللقطة، هذه اللعبة، هنا الوقوف، هنا التحضين، ممكن العرضية، عرضية كانت من سفيان رحيمي، لكن في اللقطة الماضية الكرة تصل إلى حارس المرمى اللي بدوره الآن يوجه زملاء. محمد عبد الإله، عرضية، عدت خروج خاطئ يا صبحي، لكن المدافع كان موجود. الكرة بترجع محسن متولي، لكن لا يمكن أن تدافع طوال الوقت، لا تستطيع. في هفوة راح تأتي، في غلطة ممكن تأتي، من الصعب أن تدافع أو تعتمد على ذلك طوال 90 دقيقة. شايف هذه اللقطة، هنا صبحي والمدافع، ونحن نقترب مشاهدينا من نصف ساعة. مباريات الكؤوس تكون بهذه الصورة. الذي يريد أن يقول نحن الأحق بالوصول إلى مباراة نهائية ستقام في المغرب، يترك محسن متولي لسفيان رحيمي، يتقدم رحيمي قوية، لكن الكرة إلى خارج الملعب. شوف محسن بدأ يرجع إلى نص الملعب أكثر، يستلم من بعيد، يرسل كرة عالية. الكرة طالت على نوح السعداوي وتحولت بعد ذلك إلى حارس المرمى الواضح في الصورة. هذا وصلت إلى محسن متولي، محسن تقدم، لكن الكرة الخاطئة تصل بعد ذلك من محسن متولي إلى حارس المرمى محمد صبحي. المشوار طويل، كانت في نص الملعب عن طريق اللاعب مروان هدودي، يرسل كرة إلى الجبيرة. الله على التمرير في المساحة، وصلت الآن نوح السعداوي، عرضية، لكن الكرة سهلة تصل إلى حارس المرمى، سهلة. بالتالي في الشوط الثاني واضح بأنه سيلعب
بكل الطرق بكل الأساليب. محسن متولي هو اللي راح يرجع مكان زكريا الوردي، ومحمود بن حليب سيكون هو اللاعب اللي في المقدمة بجانب اللاعب سفيان رحيمي وبجانب نوح السعداوي. هذه الطريقة التي من الممكن بأن نشاهدها في الشوط الثاني. أحد أبناء الرجاء صاحب 24 سنة، أحد من ومروان هدهودي بيخرج من الموقف. البحث الآن عن الدخول إلى الموقف. الكرة تصل، فيها قطع، فيها محاولة، فيها تهيئة، فيها أحمد، فيها مدبولي، فيها تصويبة للدراويش. الله على التدخل. عادت من جديد المرمى خالي. المدافع يصبح حارس آخر. الكرة مرتدة الآن، مرتدة من عبد الجليل جبيرة. ما زال مو بلنتي. نهدى شوي نشوف ونتابع. الكرة ثابتة والصراع مستمر، ومحسن متولي بيرسل كرة عرضية رأسية. مستحيل ضاعت يا سفيان، ضاعت يا رحيمي. الكرة كانت قريبة جدا. أخطر الفرص يا بوشا، أخطر الفرص اللقطة الماضية. سفيان رحيمي جاءت اليمنى بيرسل الكرة. من أين يأتي الحل يا متولي؟ عرضية الرأسية من سعداوي. المتابعة من جديد، المحاولات بالخطأ، والكرة تصل مرة أخرى إلى متولي. يصنع في الجهة اليمنى عبد الإله. مذكورة عرضية لكن الكرة ما زالت بتتحول بعد ذلك إلى ضربة ركنية لمصلحة الرجاء. نعم، أثرت كثيرا على أرضية محمد الخامس ملعب الفريق. محسن متولي يحاول الآن مرة أخرى، والكرة تصل من جديد إلى محسن متولي. وقف، سيطر، مرر، ولكن بالخطأ. خطفها مدبولي، خطفها الإسماعيلي، خطفها إسماعيلي الآن للدراويش. يا فخر الدين، طالت هذه الكرة. لا يمكن أن شوف هذه صح المرة الأولى، الثانية غلط، وبعد ذلك عالجها بخطأ أكبر. يا ساتر يا بيومي، يا ساتر. أي خطأ. شوف اللقطة، يعني عشان المروحة تروح في فاسة. ركلة جزاء مهمة في الذهاب، ركلة جزاء فخر الدين بن يوسف سجل الإسماعيلي. الآن يحاول محسن متولي عودة فريق الرجاء مرة أخرى إلى الملعب، إلى البطولة. الآن شوف التركيز، النظرات، العيون. هشام بوشروان لا يشاهد المرمى. أول مهمة تدريب لهشام بوشروان كمدرب رسمي اليوم للفريق في غياب المدرب جمال السلامي. يا لها من لحظات، يا لها من يا كابتن بيومي، يا كابتن نبيل الداوودي، أعطونا من اللي أرسل العرضية، لأن بن ملنقو خلص الثاني. يا ساتر يا رجاء، يا ساتر يا رجاء. هذا بن ملنقو. أول لمسة محمود دونجا، كارت أصفر، ومحاولة من جانب الفريق الأصفر، من جانب فريق الإسماعيلي. البحث عن العودة، رأسية تأتي من الدفاع. الرجاء يدافع. الهفوة تكلف الكثير في هذا التوقيت، بأوقات لا تعويض مر فيها. أري بابل صوبها لكن بعيدة. عبر قنوات يا أبو ظبي الرياضية 5 دقائق كل ما تبقى من الوقت الأصلي للشوط الثاني. محسن متولي لحسم الأمور. ملنقو بينزلها الكرة، ما حدش يحوشها. آخر 3 دقائق فعلها الرجاء الكبير مشاهدينا. ليلة أن يقوم بالسلامة جمال السلامي. الصافرة تأتي. الرجاء في المباراة النهائية للمرة الثالثة في تاريخها. مبروك لرجاء الشعب، مبروك للنسور، مبروك لكل عشاق هذا الفريق في المغرب. يبحثون عن بطولة يكون النهائي فيها في المغرب، وتحملون كأسها اسم تأكيد. حظ أوفر للإسماعيلي، للدراويش، حظ أوفر لمن حاولوا في شوط واكتفوا به.